أنا هنا من أكتر من 1000 سنة، شايف وعارف كل حاجة، مش مجرد جامع. أنا الأزهر، أنا العلم، أنا التاريخ. أنا اللي شفت ملوك وسلاطين، شفت علوم بتتكتب وحضارات بتترسم. أنا اللي صوت العلم بيرن في جدراني من يومي. مستعد تسمع حكايتي؟ أنا جامع الأزهر. أنا اتولدت سنة 970 ميلادي في قلب القاهرة بأمر من المعز لدين الله الفاطمي. من أول لحظة ما كنتش بس مسجد، كنت جامعة، منارة للعلم، بيت للحكمة. هنا قعدوا العلماء وتحاورت العقول واتكتبت الفتاوي اللي غيرت مصير أنا المكان اللي الناس جايه له من كل حته علشان يتعلموا. جم طلاب وخرجوا علماء وفقهاء وأئمة، جم يدوروا على الحقيقه ويسيبوا اثارهم في التاريخ. هنا الحلقات العلميه كانت مليانه مناقشات وسجلات، كل كلمه بتتبني عليها فكره، وكل فكره بتفتح باب جديد في العلم. شفت العصور وهي بتتقلب، شفت ايام عز وايام محن، شفت الحمله الفرنسيه وهي بتحاول تطمس الهويه لكن صوتي كان اقوى، شفت الاحتلال الانجليزي وهو بيحاول يخمد الروح لكني كنت دايما مع الشعب. كنت منبر الحريه والعلم. انا مش مجرد مكان للصلاة، جوايا تصميم معماري يشهد على عظمة التاريخ، صحن واسع سامع همسات الدارسين، مأذن بقت رمز إسلامي خالد، ومكتبة ضخمة فيها كنوز المعرفة. عندي دار إفتاء كانت بتحدد مصير بقراراتها، وكل ركن فيا شايل حكاية، كل حجر بيحكي تاريخ. في الأحداث العظيمة كان ليا دور في الحملة الفرنسية. الأزهر كان منبر المقاومة في ثورة 1919. طلابي ومشايخي خرجوا يهتفوا باسم الحرية، كانوا الشرارة اللي ولعت الثورة في كل مصر. ولحد النهاردة الأزهر هو قلب الإسلام المعتدل، بيجمع كل المذاهب، بيفتح بابه لكل اللي بيدوروا على العلم، على الحقيقة، على النور. ودايما هيفضل نور بيرشد اللي تاه وسط ظلام الجهل. بس لسه عندي أسرار جوايا، ولسه في أماكن تانية في مصر بتحكي، ولسه في تاريخ مستني نكتشفه مع بعض. استنونا في الحلقة الجاية. لو عجبتكم حكايتي خليكم معانا عشان نكتشف أماكن تانية بتحكي عن نفسها، وكل ده فكرة التنفيذ العبد لله مهند أحمد، علشان نوصل ليكم تاريخ مصر العظيم في أحلى أيام رمضان. تابعونا لكل جديد. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو علشان غيركم يكتشف الحكايات دي. رمضان كريم.